والانتخابات اللي بالبريد للمصريين اللي بالخارج. انا عندي تعقيب بس على المصريين اللي بالخارج عشان دي مهمه جدا. اولا الاقرار اللي هو بيمضي عليه بيحطه بيحط الانتخاب اللي هو انتخبه، بيحط الاقرار اللي بيمضي عليه في ظرف تاني، يعني بيقفل الظرف اللي هو عمل فيه التصويت، وممكن صوته يتغير خالص، والاقرار اللي هو حاطه هيرمي الظرف الثاني اللي فيه التصويت ويحط التصويت لحد تاني، والظرف اللي هو فيه الاقرار حطه في ظرف تاني ابيض ومش مكتوب عليه حاجه. فواضحه جدا، والفيديوهات على الفيسبوك كثيره. ما هو انا لسه مرحله تانية ان شاء الله. وكنت عايز اتكلم على حاجه للاسف الشديد يعني خذلت شباب كتير، ان هم منعوا المهاجرين غير الشرعيين اللي انا يعني انا ضد الموضوع ده. المقيمين بطريقه غير قانونيه ربما. انا ضد كلمه مهاجرين غير شرعيين. هم مهجرين وليس مهاجرين. لم تحاسب نظام هجر هؤلاء الشباب، وهؤلاء الشباب ساعدوا في اقتصاد ودعم البلد في ظل ان النظام كان بعيد تماما عن هؤلاء ليس لديهم الحق في التصويت. واعتقد ان في اوروبا وفي امريكا وفي الخليج يعني بالذات في اوروبا وامريكا 90% من اللي موجودين مصريين في اوروبا وامريكا ما عندهمش اقامه شرعيه، وال10% هم اللي عندهم اقامه شرعيه. وده يعني عمل يعني قرار غير شريف من رئيس المحكمه اللي اصدر القرار ده، لانه سلب منهم الوطنيه بتاعتهم. اشكرك، وسنتابع معك ومع ضيوفنا دائما اخر مستجدات الوضع في مصر والحمله الانتخابيه والاقتراع. اشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي احمد اسماعيل.